اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في أسعد حال. معاكم مغنى من قناة يوميات مغنى. اللي أول مرة يشوف الفيديو يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. لو لسه أول مرة تتفرجي على الفيديو يا ريت أو القناة يا ريت فضلا وليس أمرا تحطي لي لايك حلو زي كده وتشتركي وتعملي في تدوسي على زر الكل. لما تدوسي على زر الكل كل ما انزل فيديو هيوصلك اشعار بيه وتتفرجي عليه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. هتعملي ايه يا ام غنى؟ ان شاء الله النهارده هنعمل ايه؟ هننضف الاوضه بتاعت عمر. هنضف اوضه عمر النهارده، هنعمل فيها روتين كده. هنعمل روتين النهارده في اوضه عمر، ننضف الاوضه كويس قوي النهارده. بس طبعا مش هنكب ميه ولا الكلام ده، هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. وحاجات بسيطة. ودي الأوضة دي يا جماعة عايزة أقول لكم إن أنا بحب تنظيفها جدا جدا جدا. بحب أنظف الأوضة دي ليه؟ علشان الأوضة دي يعني ما فيهاش حاجات كتير. هي إيه؟ ما فيهاش حاجات كتير، يعني ما فيهاش عفش. فعشان هي ما فيهاش عفش فإيه ف... فبحبها، بحب أنظفها، ما بتاخدش معايا وقت وجميلة في التنظيف، يعني سهلة خالص في التنظيف. تمام، يلا بينا. اصلا اللي عايز يسهل على روحه الحاجه لا روحه هيسهل على نفسه الحاجة. يعني لو انت عايزة تنظفي وتسهلي على نفسك الحاجة يعني اما تقومي كده وتبقي متشجعة كده كل حاجة هتبقى بالنسبة لك ايه سهلة. يعني وتنظفي كده بمزاج رايق هتكوني ايه كل حاجة بالنسبة لك ايه سهلة وحلوة. يلا اول حاجة هعملها ايه؟ هو الشباك. طبعا اول حاجة بنبدأ بها هي الشباك. المفروض كنت ازعق في السقف الاول. المفروض كنت ازعق في السقف الاول، بس انا ايه قلت اما انضف الشباك الاول وبعد كده ازعق في السقف. ليه؟ السقف اصلا نظيف. ايدي في الاوضه على طول اصلا وايه ونضيف السقف نضيف، يعني ما فيهوش اي حاجه. بعد ما لمع كده جبت جلانس. طبعا ما كبتش ميه ولا حاجه، مش عايزه اكب ميه على الشباك. احنا اصلا الجو لوحده ساقعه. ولو خدتوا بالكم يعني كان في هوا جامد، كان في هوا جامد. هتشوفوا دلوقتي هعمل معاكم حاجة دلوقتي هتشوفوا هتشوفوا يعني المنشر وكده، وهتشوفوا فيه هوا جامد. دلوقتي هننشر الغسيل وهنروق الأوضة بتاعت عمر وهتشوفوا كل حاجة. يلا بقى. أول حاجة بقى بعد ما أنا عملت الشباك وعملت المجرى ده، مسكت المجرى ده كله ببل فوطة يا جماعة وبمسح المجرى زي ما انتوا عارفين معايا. همسك بقى طبعا الهدوم دي كان عمر ايه عمر بينام فيها، يعني الهدوم دي بيبقى يحطها كده ينام فيها. ففي الوقت ده هو قال لي انا هروح الدرس ياما، كان ميعاده في الدرس الساعة 11. قلت بقى طالما هو بقى كان ميعاده الساعة 11، هو مشي من هنا وانا جهزت فطار من هنا. ابو غنى فطر وعبير برضو كان عليها درس. ففي الوقت ده كان عمر وعبير في الدرس، وغنى طبعا كانت لسه نايمة. في الوقت ده كانت لسه نايمة اكيد، هي مش بتقوم الا بعد العصر. هي بتسهر معانا وتقوم تقوم العصر كده. بنسيبها بقى نايمة براحتها. بتقول انا ايوه انت. المهم ايه ما قلت بقى ايه انا وانا رايقه كده اقوم انضف بقى الدنيا. طبعا اي ست بيت بتبقى في ايدها 100 حاجه. يعني في الوقت ده كنت انا حاطه الاكل على النار، كنت بعمل اكل برضو. يعني في الوقت ده كنت بعمل اكل، يعني مش هنضف الاوضه كده واقعد او بنضف الاوضه مثلا مش ورايا حاجه، لا. في الوقت ده كنت بطبخ. قلت اما اطبخ بقى وانا ايه وانا بشتغل كده في الاوضه، يعني واخده بالي من الاكل وانا بشتغل في الاوضه. تمام. همسك بقى ايه هنفض كنت عايزه اطلعها في الشمس البطانيه دي. بس انا طلعت في الوقت ده كنت مطلعه البطانيه بتاعتي وبتاعت البنات، كنت مطلعهم في الشمس على المنشر. فحطيت البطانيه دي بقى حطيتها كده على على الشباك بس عقبال ما اخلص. يعني انا قبل كده كنت حطاها في الشمس، كان قبلها بيوم كنت حطاها في الشمس. يعني بعمل كده يوم احط بطانيه عمر وبطانية البنات، ويوم احط بطانيتي، وهكذا مرة احط بطانيتي انا والبنات وبعد كده ايه على المنشر يعني في الشمس تتشمس كده. همسك بقى همسك البتاع دي الدفاية انفض السرير كويس قوي. وبعد كده ايه
مش هفرش دلوقتي، هكنس طبعا الارض وبعدين ايه. وكل سنة وانتوا طيبين بمناسبة السنة الجديدة اللي هتهل علينا. يا رب يا رب السنة الجديدة دي تهل علينا كده بال بالحب والسنة الجديدة كده تهل عليكم كده بالبركة. ويا رب كده السنة الجديدة بالنسبة لكم تبقى سنة سعيدة عليكم يا رب. يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم. واللي مش حقق حاجة السنة اللي فاتت يا رب يحققها السنة دي. وبتمنى من قلبي، بتمنى من قلبي تبقوا احسن ناس، احسن ناس والله. وربنا يا رب يشيل عنكم اي حاجة وحشة. وانا بحبكم جدا 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 والله، بحبكم جدا. اي نعم انا مش بشوفكم ولا عارفاكم، بس يعني في معظم ناس عارفاها وفي ناس عارفاها وفي ناس لأ. بس انا من قلبي بحبكم جدا 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 والله، مش عشان انتم متابعيني ولا حاجة. انا بحبكم كده عشان انتوا حابيني. طالما انتوا حابيني يبقى انا بحبكم جدا. فايه يعني معنى ان انت تتفرجي عليا انه ومتابعاني معناها ان انت بتحبيني، وده حاجة يعني حاجة عندي بالدنيا كلها. ده حاجة حلوة مش حاجة وحشة، يعني دي أنا عندي بالدنيا كلها. يعني سيبوكم من القناة، سيبوكم من اي حاجة بالنسبة لي. يعني محبة الناس دي يا جماعة كنز والله العظيم، كنز. فلما الاقي حد بيحبني كده ومن ورا الشاشة، دي بالنسبة لي حاجة كبيرة. فربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب. وربنا يبارك فيكم، وربنا يا رب يديكم الخير كله. كل اللي بيتفرج عليا ربنا يا رب يديه الخير كله، والسنة الجاية تبقى سعيدة عليه يا رب. وكل اللي بتمناه يا رب يحققه في السنة الجاية يا رب. كل اللي بتمنى حاجة نفسه فيها يا رب يحققها السنة الجاية، تتحقق السنة الجاية ويفرح كده. ربنا يفرحكم جميعا يا رب. طبعا انا كنست الارض. بعد ما انا كنست الارض ولمعت، في الوقت ده لسه هلمع السرير. فهفرش. لقيت بعد ما انا جبت المخدة وشوش المخدة، فلقيت في الدفاية دي في المفرش ده لقيت فيه اكياس مخدة. لقيت فيه الاكياس اللي هي بتاعت المخدة. تمام. زي ما انتوا عارفين انا ما بفرش الدفايات دي، بفرشها بس كده على السرير في الشتاء. في الصيف بقى بنفرش الملايات. تمام. وبالله عليكم فرحوني كده وحطوا لي لايك حلو. يعني فرحوني الناس اللي بتتفرج. يعني انتوا بتتفرجوا على الفيديو حطوا لايك. حطوا لايك طالما اتفرجت على الفيديو، حطوا لايك حلو كده زيك. تمام. حطي لي لايك حلو زيك كده. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي في القناة. وانا شايفاكي يلا مش بتحطي لايك، حطي لايك يلا. انا شايفاك على فكرة، حطي لايك. المهم المهم بقى ايه. هحط ايه. مش هحط لايك، انا هحط هحط المخدة. هعمل الخداديات كده. هلبس كده الخداديات. كنت عايزة استعين بصديق بس انا ما لقيتش صديق. لقيت غنى، وغنى يا دوبك تشيل نفسيها، تشيل نفسها من الارض. هي مش فاضية، هي فاضية للعب بس. في الوقت ده لقيت زي بقعة كده مش بقعة، لقيت لبانة في كيس المخدة. انا كنت غاسلة المخدة وما خدتش بالي منها. يعني غاسلة اكياس المخدات وما خدتش بالي من اللبانة دي بصراحة. حتة لبانة صغيرة كده، بس اكيد الفار اللي عندنا هو اللي حاططها. بس لازقة يعني حاولت ان انا احوشها. قلت بقى ايه، اما اجي اغسلها تاني هقوم اغسلها بقى، احوش بقى اللبانة منها. هي حتة لبانة صغيرة كده ناشفة، بس انا كنت عايزة اشيلها. بس الموضوع اللبانة ده مش عمر طبعا، دي غنى. اي نصيبة غنى هي اللي عاملاها. واحنا خلاص كده يا جماعة. يعني ما عادش الا القليل وامتحانات نص السنة. يعني خلاص يعتبر ان امتحانات نص السنة بعد اسبوعين. وفي ناس حاليا بتمتحن، فربنا ينجحهم جميعا يا رب. قلت اروق المكتب بتاع عمر. فكنت ببص كده، كنت ببص على الملازم وعمالة ادعي له وربنا ينجحه يا رب. وينجح يا رب اولاد المسلمين جميعا يا رب. ربنا ينجح اولاد المسلمين جميعا. كل اللي عنده عيل بيمتحن ولا كل اللي عنده حد في المدرسة، ربنا ينجحه يا رب.
ففي الوقت ده احنا داخلين على امتحانات، فربنا يعينهم. عايزة اقول لكم ان انا بقعد كده ببقى قاعدة عاملة زي الحرس، والله العظيم. قاعدة عاملة زي الحرس، عبير في اوضتها بتذاكر وعمر في اوضته بيذاكر، وانا قاعدة اللي يروح ناحية اوضة التاني ماسكاله المقشة، تعالى هنا الناحية دي. اللي يكلم حد يعني عبير خلتني مثلا ساهية مثلا في التليفون ولا كده، تروح عند عمر مثلا تكلمه، خدي رايحة فين؟ عمر يسهى ويروح يكلم خد رايح فين؟ عاملة زي اللي قاعدة على حرس الحدود ولا ايه؟ عاملة زي اللي قاعد على حرس الحدود، عاملة زي الحرس يعني، عاملة زي الغفير اللي واقف لهم بالمقش. والله بجد ربنا يعين كل ام، والله ربنا يعين كل ام على اولادها، ربنا يعين كل ام على اولادها. احنا بنعاني يا جماعة، والله العظيم بنعاني، اكننا احنا اللي بنذاكر مش هما، اكننا احنا اللي بنذاكر. يعني احنا مع انهم ما يعرفوش كده، ما يعرفوش ان احنا شايلين همهم، ما يعرفوش ان احنا عايزينهم يبقوا احسن الناس. بس هم بيعرفوا الحاجات دي بعدين بقى، بعدين. بس ايه بيتهيألهم ان احنا لما نضغط عليهم، بس هو المفروض ما احنا ما نضغطش. المفروض يا جماعة ما نضغطش على اولادنا، يعني المفروض نكلمهم بالسياسة وكده، عشان هم مش هيجوا الا بالسياسة. اصلا انت هتفت في قلبك وذاكر واعمل وسوي، والله العظيم ما مش بمزاجه، بمزاجه بالذات السن المراهق، بالذات سن المراهقة، بمزاجه هيجي بمزاجه، مش بمزاجك انت ابدا. فانت مسيسيه هتاخدي منه، يعني هتاخدي منه احلى مذاكرة. وكلميه بالراحة، يعني كلمي ابنك بالراحة، كلمي بنتك بالراحة كده، وإن شاء الله ربنا ينجحهم وربنا يذكرهم يا رب في الامتحانات. فربنا ينجحهم جميعا يا رب، ربنا يذكرهم وقت الامتحان. همسك بقى بعد ما انا كنست وفرشت السرير كده زي ما انتوا شفتوا لمعته، روقت طبعا المكتب، همسك بقى المية، حاطه فيها ايه ام غنى؟ المية حاطه في مية المسح دي، حاطه فيها كلور وديتول، حطيت كلور وديتول بس، تمام. وعطرت في الاخر، يعني عطرت الاوضه بالمعطر. فايه همسح الارض كده كويس. انا مش كنت انا ما كنتش عايزه يا جماعه اكب ميه على الارض ولا حاجه، علشان احنا طبعا الجو ساقع اساسا، وكان في هوا شديد في الوقت ده، وكنت بردانه لوحدي. فايه عايزه انضف الاوضه كده واخليها ريحتها جميله، علشان برضو ما يجي يذاكر يعني ايه مر... يبقى يعني ايه، انتوا عارفين بقى لما يجي الوقت العيل يذاكر يلاقي الأوضة نظيفة كده هيتشجع، والريحة حلوة هيتشجع يذاكر كمان ويقعد في الأوضة، غصب عنه ساعتها هيقعد في الأوضة، هيمسك الكتاب ويقعد في الأوضة. طبعا بعد ما انا مسحت كده همسك بالذات في الشتاء يا جماعة لازم انشف، والله في الصيف لازم انشف الارض، فوطة نظيفة كده وناشفة، واقوم ماسكة الارض بقى ايه، منشفاها كويس قوي، يعني عشان افرش السجادة على طول. اصلا عمر ما لو انا سبتها عمرها ما هتنشف على كده، فلازم انشفها كويس قوي بفوطة ناشفة. وبعد كده بقى افرش السجادة. انا مش هفرش السجادة، هفرش حاجة تانية، مش هفرش السجادة، تمام. السجادة عايزة غسيل، فانا ممكن اوديها المغسلة مع السجادة اللي انا كنت حطاها في الريسبشن، عشان بتتوسخ على طول، عشان لونها فاتح، بتاعت الريسبشن لونها فاتح فبتتوسخ على طول. فطبعا انا لميت ديكهي وهبعتها المغسلة هي بتاعت الريسبشن، قصدي لميت بتاعت سجادة عمر هي وبتاعت الريسبشن، هوديها بقى المغسلة يتغسلوا، تمام. او اغسلهم هنا اما اشوف بقى، هو الاحسن لي ان انا اغسلهم واريح دماغي هنا. طبعا انا فرشت كده الحافظة، لقيت الحافظة دي كنت غسلاها ومطبقاها، قلت بقى افرشها كده وايه مكان السجادة عقبال ما تتغسل. هي كده كده برضو في الارض، يعني مش بتبقى مدفية المكان برضو. عايزة اقول لكم بقى مسكت ايدي الحديد دي كان بتاع هو بتاع عمر وبابايا يعني الاتنين، الاسم الواحدة 4 كيلو. قلت يلا نلعب رياضة شوية، اصل احنا مش بنلعب رياضة، احنا كده اصلا بنلعب رياضة لوحدينا واحنا بننظف. عامة
بعد كده بعد ما خلصت انا كده خلصت الاوضه وخليتها زي الفل. يلي مش حطيت لايك حط لايك، انا شايفاكي، حط لايك، حط لايك، ربنا يكبر بخاطرك. الهي يا رب اللي يحط لايك يسمع خبر حلو. الهي اللي يحط لي لايك يا رب يسمع احلى خبر في حياته، يسمع حاجه كان بيتمناها، يسمع خبر حلو في حاجه كان بيتمناها. فحطي لايك بقى، حطي لايك. طبعا انا خلصت كده، فهجيب قلت بقى اما كانت الغسالة خلصت، كنت انا حاطة دورة في الغسالة والغسالة خلصت، ورحت لما بقى الهدوم، لميت الهدوم بقى وايه، لميت الهدوم ايه، حشت بقى الغسيل من الغسالة. الفيديوهات الجاية بقى يا جماعة، الفيديوهات الجاية هيبقى ان شاء الله هنفرش بقى الأوضة بتاعتي وأوضة عبير بالمشيات اللي انا كنت غسلها معاكم. فاكرين المشيات اللي انا غسلتها معاكم في فيديو غسيل السجاد؟ هفرش بقى، هما نشفوا اصلا ولماهم، بس انا لسه مش فرشتهم. هفرشهم معاكم بقى في الايه، في الاوض باذن الله. هعمل روتين في اوضه عبير واوضتي وابقى اروقهم، وان شاء الله ان ايه افرشهم معاكم تمام. في الوقت ده شفتوا الهوا يا جماعه، شفتوا الهوا عامل ازاي؟ كان الهوا شديد عن كده كمان، انتوا يعني مش باين لكم في الكاميرا عشان انا مسرعه الفيديو فمش باين قوي. قلت بقى اما انشر الهدوم. وبالله عليكي لو لسه ما حطيتيش اللايك حطي لي لايك حلو زيك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتشرفيني عشان يوصل لك كل جديد مني. كل ما انزل فيديو يوصل لك اشعار بيه لو انت دوست على تفعيل الجرس. لو دوست على الجرس هيوصل لك كل فيديو انزله هيوصل لك اشعار بيه وهتشوفيه. يلا يا حبايبي، اسيبكم بقى تنشروا معايا الغسيل ويلا يا حبايبي مع السلامة. اخر حاجة بقى عملتها هو الغسيل. يلا يا حبايبي مع السلامة، مش تنسوني بقى بلايك حلو منكم بقى. إلهي يسعدكم يا رب، اللي يحط لايك يا ربنا يسعده ويفرح قلبه زي ما هيفرح قلبي كده. فحط لي لايك بقى حلو زيك كده، وقوم كده شوف اللي وراكي، قوم بقى شوف اللي وراكي كده. قوم بقى ان كان عندك غسيل روح حط دورة في الغسالة، لو كان عندك مواعين روح اغسليهم، لو كان عندك، لو في اوضه عايزه تتروق قومي روقيها. واقعدي بقى في الاخر وانت كده مرتاحه وبالك مرتاح. طبعا اي ست بيت كده بعد ما تخلص اللي وراها بتبقى، انا في الوقت ده كنت انا طبخت، في الوقت ده كنت خلصت طبيخ كمان. يعني كنت طبخت وكنت مستنيه بقى العيال من يا دوبك انا خلصت والله. خلصت تنظيف الاوضه ونشرت الغسيل، وكان في الوقت ده كنت بطبخ طبعا زي ما انتوا عارفين. واولادي جم من المدرسه وانا كنت لسه يعني قافله النار على الاكل، والله كنت لسه قافله النار على الاكل. راح الولاد جم من المدرسه، حطيت لهم بقى الاكل واتغدينا. بصوا بقى كده بقى ايه، كله تمام. اوعي تنسي تحطي لايك، اوعي تنسي تحطي لايك، انا بقول لك اهو. يلا باي.